عارفة ان احنا لسه بنقول يا هادي بعد كورونا، بس في فيروس جديد طالع في الكلام كده اسمه نباه. الفيروس ده مش مجرد دور برد خفيف، ده نسبة الوفاة بتوصل فيه ل75%. يعني اللي بيتعدي بيبقى في موقف صعب بجد. ركز معايا علشان تعرف ملخص القصة في السريع، لكن لو عايز تعرف القصة بالتفصيل وجه منين وظهر منين أول مرة، هسيبلك الفيديو في أول كومنت. هو بيجي منين؟ الفيروس ده مش بيصنعه في معامل، ده موجود معانا في الطبيعة عادي جدا عند خفاش الفاكهة. الخفاش ده بياكل حتة من ثمرة الفاكهة أو بلح وبيسيب لعابه عليها، تقوم انت جاي بسلامتك واكلها من غير ما تغسلها، مبروك عليك، الفيروس بقى عندك. أو ممكن يتنقل عن طريق التعامل مع الحيوانات المصابة زي الخنازير. المشكلة بقى إن أعراضه في الأول شبه أعراض الإنفلونزا العادية، سخونية، صداع، وجع عضلات. بس بقى الغدر فين؟ إن هو في ثواني ممكن يقلب بالتهاب في الدماغ ويخلي الواحد يخش في غيبوبة في ظرف 24 ساعة ل 48 ساعة، ودي اللي بتخوف بجد، وده اللي خلى الدكاترة تترعب منه. ليه مقلق بقى؟ لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي مفيش مصل ولا علاج محدد للفيروس ده. منظمة الصحة العالمية حطاه في قائمة أخطر التهديدات. طب احنا بقى نعمل ايه؟ أول ما نجيب الفاكهة وبالذات البلح، نغسلها زي ما الكتاب بيقول، زي مثلا شوية مية بخل، أو حتى لو في بيكربونات الصوديوم، وكمان لو ملح ليمون نغسلها بيه. خد كل احتياطاتك، أي فاكهة مش البلح بس. وابعد عن أي فاكهة تحس إن في حيوان نائر منها كده قطمة. الموضوع مش محتاج رعب، محتاج شوية نظافة ووعي، واحنا أكيد كلنا اتعلمنا من أيام كورونا وجعنا منها. شير الفيديو ده مع أصحابك اللي بياكلوا الفاكهة من الشجرة على طول، وقولي كنت تعرف المعلومات دي ولا لأ.